في فئة من الحاجات في العربية مش بس بتبوظ في الحر، دي ممكن تنفجر أو تشتعل بجد. أشهرها الولاعة، ودي معظم الناس عارفينها. الولاعة فيها غاز مضغوط والحرارة العالية بتزود ضغط جواها لدرجة ممكن تخليها تنفجر. لكن اللي الناس بتبقى مش عارفاه إن معقم الإيدين اللي هو الجل الكحولي ده خطر كمان، لأنه في نسبة كحول عالية، والكحول مادة بتتبخر وبتشتعل بسهولة، فتعريضه لحرارة عالية وشمس مباشرة بيزود خطر اشتعاله. والبخاخات المضغوطة عموما زي بخاخ الشعر، مزيل عرق، سبراي، بخاخة الرب، كلها فيها غازات مضغوطة وممكن تنفجر في الحرارة العالية، زي ما CDC نبه على بخاخات الربو تحديدا. لكن في حاجه بقت في ايد كل واحد فينا وكلنا بنسيبها في العربيه من غير ما ناخد بالنا، الباور بانك. دي بتشتغل ببطاريه ليثيوم، والليثيوم بيكره الحراره العاليه. حراره العربيه المقفوله في الصيف قلنا ممكن توصل لاكتر من 60 درجه، وده بيتعدى الحد الامن للبطاريات بمراحل، وبيزود خطر انها تبوظ او تتنفخ او في الحالات الخطيره تشتعل. واول علامه خطر انك تلاقي الباور بانك او البطاريه منفوخه او متقوسه او بتسخن وهي مش شغاله، دي اشاره ان في غاز بيتكون جواها وممكن تنفجر، ولازم تتخلص منها على طول. الحل ان الحاجات دي كلها ما تتسابش في العربيه في الصيف. القاعده العامه، اي حاجه مكتوب عليها علبه مضغوطه او قابل للاشتعال او فيها بطاريه، مكانها مش العربيه المقفوله في الحر. وبعيدا عن الحاجات اللي بتنفجر، في حاجه بتطلع سموم في عربيتك انت مش واخد بالك منها، الريحه القويه اللي بتقابلك اول ما تفتح باب العربيه المقفوله في الشمس، خصوصا لو العربيه جديده. دي مش مجرد ريحه عربيه، دي غازات حقيقيه بتطلع من اللي بيحصل اسمه اوف جاسنج. التابلو والكراسي والسجاد والغيره اللي العربيه متقفله بيهم بيطلعوا مركبات كيميائيه متطايره، وفيها مواد زي الفورمالدهايد والبنزين والتولين، وبعضها مصنف كمواد ممكن تسبب السرطان. والنقطه المهمه هنا، الحراره بتزود العمليه دي بشكل كبير جدا. وفي دراسه لقت ان مجرد ارتفاع حراره العربيه ممكن يزود تركيز بعض الغازات دي بنسبه 500% او اكتر. يعني العربيه اللي قاعده في الشمس بتتحول لعلبه مقفوله مليانه غازات مركزه، وانت بتفتحها وتركب فيها على طول وتاخد نفس عميق من الغازات دي. والاعراض مش وهميه، التعرض للغازات دي ممكن في مكان مقفول زي العربيه يعمل لك صداع، دوخه، غثيان، وتهيج في الجهاز التنفسي. ده اللي بيفسر ليه ناس بتحس بصداع او دوخه بعد ما تركب عربيه مقفوله كانت في الشمس. وده بيوصلنا لاهم حاجه عمليه في الفيديو ده، لان كل المشاكل اللي فاتت، ازازه واكل وغازات، ليها حل واحد بيبدا من نفس النقطه، ازاي تتعامل مع العربيه قبل ما تركبها. دي الخطوه اللي لو طلعت بيها من الفيديو ده وعملتها كل يوم هتفرق فعلا في صحتك وراحتك. لما توصل لعربيتك وهي مقفوله في الشمس، ما تركبش وتقفل وتشغل التكييف على طول. ده في ناس بتقوم مدخله اولادها اول حاجه وتقفل الباب عليهم، ده بيحبس الغاز والحراره جوه. بدل كده افتح الشبابيك وسيبها تتهوى كام دقيقه الاول، واول ما تمشي شغل التكييف على وضع سحب الهواء من بره مش اعاده التدوير. خليك كام دقيقه عشان تطرد باقي الغازات. وعشان تقلل المشكله من اصله، استخدم عاكس الشمس اللي بيتحط على الازاز الامامي، وحاول تقف في الظل على قد ما تقدر. ده بيقلل حراره العربيه وبالتالي بيقلل الغازات والتصرف في كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها. والخلاصه ان العربيه المقفوله في الصيف بيئه بتحول حاجات عاديه لحاجات بايظه او خطر، والحلول كلها بسيطه. قول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه كنت بتسيبها في العربيه من غير ما تعرف انها خطر. ستي سيف.